والمطابخ خلتني امشي ورا المهنه مش ورا مخي الستاندرد. فرحت عملت المطبخ الشهير بتاعي اللي طلع بقى في نيويورك وفي كل حته في العالم، اللي هو مشيت على قباب وفولتات وارشات والى اخره عشان يبقى المطبخ شكله زي فعلا، واتعمل من حيطان ما اتعملش من اخشاب، فالمطبخ اتبنى. بس الغلطة بتاعت الفلاتنس بتاع المطبخ الاولاني خلاني اوصل لان انا اطور نفسي جامد جدا جدا جدا، وده في الثمانينات يعني كانش فيه ريفرنس خالص. هل عمرو حلمي بيحس ان هو متصالح مع اخطائه؟ هل في شعور بالندم ولا انت متصالح مع اخطائه؟ متصالح مع اخطائي. يمكن الخطأ الوحيد اللي عندي اللي بلوم نفسي عليه دايما اللي هي برضو له علاقة بالعالمية، ان انا مفيش حتة في العالم ما عملتش فيها معارض. طوكيو، ألمانيا، سويسرا، أمريكا. الغلطة اللي أنا يعني بلوم نفسي عليها دايما هي عدم الاستمرارية في التواجد. يعني ميلانو مثلا ونعمل ضجة وبتاع مش عارفة ايه، والناس يعني عشان تخش معرض ميلانو ده هو اصلا شهاده ان هم انك تقبل، لان هم ما بيقبلوش اي حد. فلما يسالوا عليك بقى وانت ما بتجيش ليه وانت مش عارفه ايه وانا ما اروحش، لا يعني يعني انت مقصر تقصير شديد. فالشأن المحلي دايما بيشدني اكتر من الشأن الخارجي. مش عارف، ده قدر يمكن ولادي هم اللي يصلحوا الغلطة دي ان شاء الله. ان شاء الله. هسألك سؤال شخصي شويه. لو ربنا سبحانه وتعالى ادالك فرصه رجعك كده، كأن هيخلي حياتك صفر، ورجعك وادالك الاوبشن انك تختار اي حياه تانية انت عايزها بما فيهم حياتك، هتختار ايه؟ هل هتختار حياتك زي ما هي كانت عليه، ولا هتختار حياة بتاعت ناس تانية أو بتاعت أشخاص تانية؟ لا، انا مؤمن جدا بالمالتي فيرس، يعني انه فعلا احنا في عمر في عالم تاني، يعني يونيفرس، يعني ال الكون بتاعنا. والمالتي فيرس يعني في اكوان، ونظريا بالماثيماتكس اثبتوا انه في فعلا مالتي فيرس. ففي نسخة مني ومنك في حتة تانية تقابلوا، يمكن ما عملوش الميتنج ده لانه في حاجة حصلت او عملوا حاجة رهيبة كسرت الدنيا. طب هتختار أنهي نسخة؟ النسخة اللي أنت عشتها اللي أنت عارفها، ولا هتختار نسخة تانية؟ عاوز اجرب شخصية الكاتب، لان انا بكتب، فالشخصية دي مستهوياني قوي. وبرضه في فيرس تاني عاوز شخصية المخرج. أنا عرفت أول واحد يرد على السؤال ده بالشكل ده. اه إن أنا شخصيا لو سألتني السؤال ده هقول لك أنا هختار حياتي بكل لحظة وكل دقيقة حصلت زي ما هي، لأن I get to know بعد كده إيه الحقيقة behind this. بس ما فكرتش بالمنظر اللي أنت فكرت بيه، اللي هو انا ممكن اعيش حياه كاركتر تاني واستمتع، بس يمكن عشان يعني هو ده بقى تبادل الافكار والخبرات. بس هي الفكره ان انت هتعيش من غير عمرو حلمي، وعمرو حلمي اللي حصل يعني ده هيبقى فانش. هتعيش حياه الكاتب، مفيش عمرو حلمي. يعني مش هيبقى عندك جواك ان انت عملت اتشيفمنت لعمرو حلمي. لا، هبني بقى من الاول، هبني الكاتب. بس فاهم قصدي؟ مش هيبقى في عمرو حلمي اللي ديزاين، ما حصلتش. يو ليت جو. ليت جو. فعلا انت عندك قدره على التجدد بشكل رهيب، وده اللي عامل استمراريه بسم الله ما شاء الله من الثمانينات لغايه النهارده بسم الله ما شاء الله، يعني تاتش وود. بحب التحديات. ده معناه انا من الناس على فكره متابعين كتاباتك وبحبها جدا يعني، وحتى الفلسفي بتاعتك بتشدني جدا. انت عارف ان انا بحبها، ده احنا نتناقش. حصل بينا حاجات كتيره.
طب ايه اكتر حاجه في حياه عمرو حلمي فخور بيها؟ او حاجه واحده بس، او اول حاجه رقم واحد. يمكن الحقيقة أولادي. انا عارف ان في حاجات كتير بس يعني يمكن أولادي أكتر حاجة. يعني لا، أصعب حاجة في الدنيا إنك اللي مش بإيدك يطلع شبه اللي أنت عاوزه، لأنه مش بإيدك خالص. يعني إن أولادك دول مش بإيدك خالص. حلو حلو. بس فإن هما يبقوا عندهم المواهب دي والابتكارات دي والشخصيات دي، يمكن دي انا فخور بيها. وانا كمان كنت سعيد بيها جدا لما اتعرفت عليهم. انا اتعرفت على 3 شخصيات مختلفين تماما، وهم مش مختلفين عن بعض بس، هم مختلفين كمان عن عمرو حلمي. فيعني بسم الله ما شاء الله ده حقيقي. طيب ايه نتكلم على الحياه، تمثل ايه لعمرو حلمي الحياه بشكل عام؟ الكونكلوجن بتاع الحياه بالنسبه لعمرو حلمي. انت عارفه بقى وهنختلف فيه. الكونكلوجن بتاع الحياه مش هناقشك، اه هنقول في كوت. الكونكلوجن هي هو دور. هي دي المحور بتاع تفكيري، دور مكتوب وانا بنفذه كممثل جيد للدور. فممكن ابقى انتوني هوبكنز وممكن ابقى حد تعبان بيمثل تمثيل ما بيجدش دوره. ممكن تحقيق السيناريو. بحقق السيناريو، اظبط الدور بتاعي بمثله. دوري بقى الفيلن، دوري الفالي، دوري الجان، زي ما انت عاوز بقى. فدور. من خبرتك العمليه والنجاحات كتيره اللي انت حققتها في حياتك، ايه الفايف رولز اللي ممكن نحطهم او انت بتمشي عليهم، اهم 5 رولز في حياتك العمليه اللي هم عملوا الامباير اللي انت عملتها؟ اول حاجه nothing is impossible. مفيش حاجه مستحيل. تاني حاجه، تاني حاجه intuition precede intellect. الحدث الداخلي. الحدث ما تستسلمش الانتلكت. الانتلكت ضعيف جدا لانه محدود بثقافتك. الانتويشن محدود بربنا، ما فيهوش. الانتويشن ده رساله الاله للعبد. يعني الحدس، يعني هو ربنا اللي بيدهوني، فما فيش صوت بيجي لك. التالتة you are as good as your team. فانت الفريق بتاعك ان ما كانش تقدر انك انت تاخده وتنقيه ببراعة، فزي الرسول عاوز صحابة، عيسى عاوز محاوريين. يعني لازم يكون في التيم. 4 الإصرار 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 الإصرار. هعمل حاجة بصر إنها تتعمل. 5 فوكس 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 فوكس. حد بيتكلم في موضوع، حد بيطلعني منه، اقول له لا معلش، خلينا في الموضوع ده، خلينا في الحته دي، مش عاوز اتوه، خليك في الحته دي. السفنجه. السفنجه بتمتص. لازم الانسان يبقى عنده قدره على امتصاص كل ما هو حوله. لازم عينيه تشوف 360 درجة، ولازم يبتدي ينتقي من تجارب الآخرين، ويبتدي يبقى إنسان بيصعد سلم بسرعة. مش ممكن عن طريق تجاربه بس، لأن تجارب الآخرين ماثلة أمامه. فأنت لما بسمع ستيف جوبز بيقول إيه، ما هو ده ضمن تجربتي في امتداد. واحد زي بيل جيتس، واحد زي زويل، واحد زي نجيب محفوظ. التجارب الإنسانية دي كلها هي أنا امتداد، أنا حلقة وصل. فلو ما كنتش أبصها بسفنجتي يبقى أنا كالأنعام. ف نظرية السفنجة دي نظرية مهمة جدا جدا جدا.
الاي اي عارف مراحل التعامل مع الحزن او الصدمه، بالاول بتبتدي بالرفض، ثم الحزن، ثم التقبل الواقع، ثم يعني فالاي اي بالنسبه لي اشرح كلنا بنمر بيه. وحسينا بيه كفنانين، اتصدمنا وحزننا اه وبعدين بالظبط، الى 5 مراحل بتاعت الصدمه. انا قعدت مش مقتنع خالص بالاي اي لغايه لما بلعب كده معاه في حاجه، كحاجه في التصميم، اديته حاجه كده يصممها لي. يعني تخيلت حاجه معينه مبنيه على انفعال، تحديدا كانت كنبه مبنيه على مشاعر ال الساديه. اوكي. كويس، انت بتكلم آلة بس بتكلم الجوريزم، فبتكلمها بتقول لها انا عاوز كنبه مبنيه على مشاعر الساديه، وقعدت اشتغل معاه اجيبه يمين اجيبه شمال اجيبه يمين، اديني تفصيله صدمتني. انا يوميها اتصدمت من انه ده واحد نجار، بقاله نجار ديزاينر مفكر فيلسوف شاعر، بيتكلم بمنتهى، بيصمم بمنتهى الحرفنة في حاجة معقدة جدا 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 جدا، بيصمم مشاعر. آلة بتصمم مشاعر. يعني انت تصالحت مع دي يعني. ساعتها بقى ابتديت